من عجيب ما يذكرون أن في سنة من السنوات، وتحديداً بعد غزوة بدر أو معركة بدر، أنت تعرف أن المسلمون انتصروا على الكفار، والمسلمين أسروا من الكفار عدداً ليس بالهين، ومن ضمن اللي تم أسرهم شاب يقال له وهب ابن عمير ابن وهب، ووالده كان معه في أرض المعركة، غير أنه أصيب بإصابة مع هزيمة المشركين، وولده راح أسير عند المسلمين وهو عاد إلى مكة بإصابته. فلما تعالج من إصابته جلس، والانتصار لم يكن حليفا لهم، فكان جالسا ويندب حظه، فمر به ابن عم له يقال له صفوان ابن أمية ابن خلف، فجلس بجانبه، وبدأ كل منهم يواسي الثاني، وكل منهم يستذكر ما حدث من الأحداث المريرة عليهم في معركة بدر. فقال: أنت يا عمير بن وهب، والله لولا صبية لا يرجون إلا أنا، ودين قد أثقل كاهلي. ولاحظ الآن أنه مشرك، أي أنه لا يزال في عهد الجاهلية، ومع ذلك يقول دين أثقل كاهلي، أي أن العرب من مكارم الأخلاق عندها أنه يجعل الدين مساويا لأبنائه في الأهمية، هذا وهم في جاهلية، وإنما تقديرا للرجل اللي صرف من حلاله ومن ماله وعطاني إياه، قال أسترده منك بعد فترة. قال: لولا هذين الأمرين لذهبت إلى محمد وقتلته. قال صفوان بن أمية: أما يردعك إلا ذا الشيئين؟ قال: الله الله. قال: إذن دينك من عارض ذا لا عارض ذا عندي، ما أقضي. قال: وأبنائي؟ قال: والله لأجعلنهم بحسبة أبنائي، لا تشيل هم أبدا، إن كنت أهل لما تقول فافعل، والجزئيتين ذي لا تشيل همها. قام عمير بن وهب وأخذ سيفه ونقعه في سم، لكي إن لم يذبح بالقطع فعلى الأقل بالسم. ثم يوم رقع فيه السم خذاه، ثم ركب على حصانه، ثم انطلق إلى يثرب المدينة المنورة. ولما أقبل على المسجد النبوي شافوه الصحابة، فقام إليه عمر بن الخطاب وهو يقول: لقد جاءكم الخبيث عمير بن وهب. ثم انطح، قال: ما تريد؟ قال: أريد محمد. فأمسك به، ثم استأذن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخلوا. فقال عمر بن الخطاب: ادخلوا يا الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما جاء قال عمير بن وهب: عمت مساء يا محمد. قال: قد أبدلنا الله خير من هذه التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تريد؟ قال: أريد ولدي الذي هو أسير عندكم، فهل ستعطوني إياه، أو على الأقل علموني كم الفداء اللي أنتم تطلبون؟ فقال: يا عمير ما تريد؟ قال: ما قلت إلا حقا، وهذا غرضي الوحيد. قال: ما بال هذا السيف اللي معك، وش واضح؟